يترقب الشارع المصري إجراء الانتخابات الرئاسية بفارغ الصبر أملا في إنهاء حكم العسكر، لكن يبدو أن الأزمات المتلاحقة بين المجلس واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية ربما تشكل حجر عثرة في طريق نقل السلطة من العسكر إلى المدنيين. إسلام أبو المجد، العالم، القاهرة. أن أي محاولة لتأجيل الانتخابات ربما تؤدي إلى ثورة غضب عارمة، فيما رأى آخرون أن المناخ السياسي لا يعطي أي مؤشر لإجراء انتخابات حقيقية. أضفنا فقرة أخيرة للمادة 38 أعطينا للمرشح أو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية زعلت من إيه بقى؟ من أسلوب الحوار اللي دار، لأن كل النواب وهي بتتكلم حاطة اعتقاد إن هيبقى فيه تزوير. المناخ لا يعطي أي مؤشر على الإطلاق أن يبقى فيه شبهة انتخابات معقولة حتى أو شبه معقولة، ومن ثم يجب على الجميع أن يتوقفوا في هذه اللحظة. واضح أن اللجنة عبارة عن دمية في يد جهة معينة تحركها لتحقيق أهداف هذه الجهة وللضغط على المجتمع والتهديد وتأجيل الانتخابات حتى تنفذ لما تريده. احنا عايزين الانتخابات تيجي في موعدها، والمجلس العسكري يسلم السلطة حسب الوعد، والوعد لازم يكون جاد. عندنا طاقات الشباب كبيرة جدا، ويمكن ده احنا شفناه في الميادين. الطاقة دي لازم تستغل، ومش هتستغل غير من خلال مشروعات قومية في الزراعة، في الصناعة، في التجارة، في الاستيراد، في التصدير، في كافة. أعرف ناس زمايلي من قرى ومدن عندهم تعليم البنت ده لأ، هي آخرها البيت. مطلوب إن هو يخلي حد يروح المناطق دي يعمل توعية، لان انا شايفه الولاد يعني معاهم شهادات، وفي ناس تانية يقول لك لا البنت ما ينفعش تخرج بره البيت، فدي في حد ذاتها كارثه. احتواء الشباب تحدي لا يقل اهميه عند الرئيس القادم من تحدي العولمه والياتها، والذي يعني هيمنه القطب الواحد على العالم. لأن الشباب عماد المجتمع، فإنهم يرون رئيس مصر القادم بعيون ثاقبة داعمة لمن يعتمد عليهم في بناء مصر الجديدة بعد الثورة. من القاهرة محمد أمين، العالم. الانتخابية في مواعيدها المحددة سلفا. وتعرضت اللجنة لانتقادات شديدة من قبل عدة قوى سياسية تطالبها بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري، والتي تحصن قرارات اللجنة من الطعن. كما انتقدت قوى سياسية أخرى تشكيل اللجنة، معتبرة أن أعضائها ينتمون إلى نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. مصدر عسكري مسؤول عبر عن تقدير المجلس الأعلى لرد فعل اللجنة وعدم القبول به، لأنه قد يؤدي إلى تأجيل أو تعطيل الانتخابات الرئاسية، وطالب بعودة اللجنة لمباشرة عملها والانتهاء من تنظيم العملية الانتخابية لضمان أن تكون الأمور في نصابها. من جهة ثانية، شهدت ساحة السباق الرئاسي تطورات قد تترك بصماتها على سير المعركة الانتخابية وتوازن القوى فيها. أهلا بكم من جديد إلى حوار الساعة. أرحب بضيوفي من القاهرة محمد كامل حداد المحامي والخبير القانوني، وأيضا من القاهرة وليد الحداد أحد المتحدثين باسم حملة مرشح حزب الحرية والعدالة، ومعنا من القاهرة مرشح للرئاسة المصرية أبو العز الحريري. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك مباشرة، لأن حالة القوانين المحكمة الدستورية تكون من خلال القضاء وليس لجنة إدارية، حتى لو كان رئيسها هو رئيس المحكمة الدستورية العليا. الخبير القانوني، عندما نتحدث عن المادة 28 علامة تنص برأيك هذه المادة من الإعلان الدستوري؟ يعني هل لها علاقة باللجنة الانتخابية العليا؟ هل للمطالبة بإلغاء هذه المادة أم هناك أسباب أخرى وبعيدة كل بالمادة 28 وتستخدمها كوسيلة للي عنق الشعب المصري ومحاولة إيقاف عجلة الحياة السياسية وإيقاف الانتخابات المصرية؟ هذا أمر مرفوض تماما. نعم. نرى أن اللجنة الرئاسية يعني نعرف النتيجة من اللجنة بخصوص استبعاد شفيق أو بقاء شفيق، لكن هناك ربما يعني بعض المصادر التي تؤكد لنا وتشير